الثاني على حب الزهراء عليه السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تمر علينا في هذه الليلة ذكرى عظيمة، وهي ذكرى المبعث النبوي الشريف، كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. ونقل بعض المؤرخين هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وآله بعث في 27 من شهر رجب الأصب، ولذلك تعتبر هذه الليلة وهذا اليوم يوم 27 مناسبة عظيمة جديرة بأن تحيا بالعبادة وبالذكر، ولا سيما ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. إلا أنه للأسف الشديد قضية المبعث اقترنت برواية اشتهرت لعله بين المسلمين كافة. المبعث إجمالا لعله محل اتفاق، مثل ما قلنا حتى بعض علماء العامة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله بعث في 27 من رجب، لكن أحداث هذه الليلة وقع فيها خلاف. ماذا حصل في ليلة 27 من رجب، أو بتعبير أدق في ليلة ويوم مبعثه؟ الطرف الآخر عندهم رواية مشهورة، هذه الرواية ذكرت في الصحيحين وذكرت في كتب السيرة وفي كتب التاريخ، بل لعله لا يوجد كتاب من كتبهم لم يتعرض لها، ولعل الجميع قد أخذها في المدرسة، وهي رواية قصة المبعث برواية عائشة. هذه القصة للأسف الشديد وهذه الرواية من أخطر ما قيل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، قضية جدا خطيرة، بحيث أصبحت مطعنا في الإسلام. الآن الذي يريد أن يطعن في الإسلام يستدل بهذه القصة، يعني ليست مجرد قصة باطلة فقط، مجرد بطلان عادي، لا، هذه القصة من شأنها أن تهدم الإسلام من أساسه. قبل سنة لعله حصل ترتيب لنقاش بيني وبين دكتور شيخ ودكتور من السودان، موجود الحوار الآن في المواقع، فقبل أن أدخل معه في هذا الحوار بحثت في المواقع عن حوارات وتاريخ هذا الشخص، وجدت له حوار في قناة مسيحية معروفة، وكان الحوار حول نبوة النبي صلى الله عليه وآله، هل محمد رسول من عند الله أم لا؟ أول مداخلة كانت للطرف الآخر، الطرف المسيحي النصراني، قال له بهذه العبارة: نحن نبحث في قضية متقدمة جدا، نبوة الرسول صلى الله عليه وآله.
قال أولا أنت يا مسلم ثبت لي أن نبيك عاقل وليس بمجنون، والعياذ بالله. ذاك انصدم هذا الأخ المسلم، انصدم، يعني هذه دعوة جدا خطيرة واقعا. وطيلة المناظرة كان يستدل بهذه الرواية، قصة المبعث برواية عائشة. لذلك نحن نريد في هذا اليوم أن نتعرض للمبعث بالروايتين، برواية مدرسة الخلفاء وبرواية مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونترك المقارنة للمستمع. رواية عائشة طبعا مثل ما ذكرنا مروية في صحيح البخاري وفي أول الكتاب. عند البخاري جعل باب اسمه باب بدء الوحي، ذكر هذه القصة طبعا عن ابن شهاب الزهري عن ابن الزبير عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. خوش كلام هو هذا، لكن احنا نسأل سؤال الآن. مو المفروض بحسب ما علمنا أو بحسب ما يدعى أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة وكم كان سنها؟ كم؟ 9 سنوات. في المدينة دخل بها في السنة الثانية وكان عمرها 9، وتزوجها في آخر سنة في مكة، عقد عليها وكان عمرها 7. صحيح أو لا؟ إذا هي في السنة الأخيرة أو في آخر سنة قبل الهجرة كان عمرها 7، يعني لما بعث النبي كم كان عمرها؟ كم عدد سنوات الدعوة في مكة؟ 13 سنة. 13 في آخر سنة عمرها 7، يعني في أول سنة كم كان عمرها؟ يعني ما ولدت، ناقص 4 عمر، أو ناقص 4 و7 7. على هذا الكلام هي ولدت بعد المبعث ب6 سنوات، فهي أساسا لم تكن موجودة. من أين جاءت بهذا الكلام؟ الله العالم. من حدثها بهذا الكلام؟ الله العالم. لذلك كل من تعرض لهذه الرواية من علماء العامة قال هذه الرواية من مغاسيل الصحابة، مرسل، يعني هي لم تشهد هذه الواقعة ولم تذكر من حدثها بهذا. فأول إشكال على الرواية هذه النقطة، هي من أين علمت هذه التفاصيل الدقيقة؟ نعم، لو كانت خديجة سلام الله عليها روت الحادثة نقول نعم هي شهدت الحادثة، أما هذه المرأة مو لم تشهدها فقط، لم تولد أساسا. والله العالم، يعني هل أبوها كان متزوج من أمها أساسا أو لا؟ هذا أول إشكال. زين، الرواية بدايتها لا إشكال فيها، أن النبي أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني كان يرى في المنام أشياء صادقة. ومعروف الأحلام عند الأنبياء هي ماذا؟ وحي. ثم حبب إليه الخلاء، كان يتخلى، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. يتحنث أي يتعبد، وكل هذه أمور جيدة، هذه الأمور نسلم بها، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يبقى أيام في غار حراء لوحده يتعبد، ثم يرجع لأهله لخديجة سلام الله عليها فيتزود، ثم يرجع مرة ثانية وين؟ إلى غار حراء.
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. الآن هذا الكلام نحن نتفق فيه. الآن بيبدأ الكلام الصح. قال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق المراد به هنا الوحي. فجاءه الملك. من الملك؟ جبرائيل. فقال اقرأ. هذا على أساس أول لقاء بين جبرائيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أنا بقارئ. شوف التعبير. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. شنو يعني فغطني؟ هنا الشارح الكرماني يقول أي ضغطني وعصرني، وبعض الشراح قالوا فخنقني. شوف المشهد، ملك من الله جاء لنبي من أعظم أنبياء الله قال له اقرأ، قال ما بقرأ فخنق. انتهت القضية؟ لا. ثم أرسلني تركني فقال اقرأ مرة ثانية، فقلت ما أنا بقارئ فغطني ثانية، خنقني مرة أخرى حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني يعني كدت أهلك، فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة. ما أدري هذا وحي أو مصارعة حرة؟ يعني هل هذه آداب التعامل مع رسول من أعظم أنبياء الله؟ عجيب، واقعا عجيب. إلى أن قال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أعطاه الآيات الأولى من سورة العلق. زين، المفروض النبي الآن بعث، أصبح نبيا، صحيح أو لا؟ فرجع بها يعني بالآيات رسول الله صلى الله عليه وآله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. شنو يعني الروع؟ الروع يعني شدة الخوف. تارة تقول خوفني فلان، وتارة تقول روعني، أمر مريع أي مخيف جدا. النبي صلى الله عليه وآله رجع من الغار يرتجف وخائف، بل رجع مرتاعا. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. خشي على نفسه من ماذا؟ في طريق آخر للرواية لفظ آخر يقول لقد خشيت على نفسي الجنون، لا أكون أنا انضربت في مخي، يعني هذا المراد خشيت على نفسي، مو خفت على نفسي حماية لنفسي، لا، قال خشيت على نفسي الجنون. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. سبحان الله، خديجة تعرف وما يعرف. والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة مقتنعة أن هذا ليس بجنون أو شيطان أو جن. هنا تجي المصيبة الأعظم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به من؟ ورقة ابن نوفل. الرواية تعرف من هو ورق ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، يعني مسيحي، وكان يكتب الكتاب العبراني، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. يعني الرواية جاءت بتعريف كامل لهذا الرجل. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى، أعطاه الخبر. شوف ردة فعل ورقة.
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. مباشرة صدق ورقة: يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. زين، هنا يعني هناك قضية عجيبة. ورقة ابن نوفل شنو ديانته في الرواية؟ نصراني، نعم. زين، العجيب ورقة ما قال هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، راح لوين؟ الموسى. مفروض نصراني نعم، النصراني يعتقد بنبوة عيسى، لكن المفروض أول شيء يتبادر إلى ذهنه من؟ عيسى. ليش ذهب لموسى؟ هذه نقطة استفهام. بعدها يخبر النبي بالمغيبات، يعني مو فقط صدق النبي، لا، أخبره بما سيحصل. قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني عرف أنه نبي صلى الله عليه وآله، وعرف ما سيحصل في المستقبل، والنبي ما يعرف. أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. زين، سؤال آخر. ورقة الآن على هذا الكلام هو مصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أو لا؟ ليش ما أسلم؟ المفروض الآن النبي صلى الله عليه وآله الذي ثبت له نبوته هو من؟ ورقة. هذا الرجل ورقة لم يسلم، ولم يعتبره أحد من المؤرخين من الصحابة، رغم أنه بقي فترة يعني على هذا الكلام. المفروض هو صحابي جليل رضي الله عنه. بعد لا، ما أسلم ورقة، ما نقل أن ورقة ابن نوفل أسلم. الأمر الآخر العجيب أيضا تصديق النبي لورقة، يعني الذي ثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله هو ورقة. النبي لم يصدق جبرائيل الذي جاءه في الغار، بل صدق ورقة ابن نوفل النصراني. ومن هنا جاءت التهمة من عند غير المسلمين أن النبي هو في الواقع رسول لورقة ابن نوفل. هم يأتون بهذه القضية، يقول النبي كان يأخذ كتب ورقة ابن نوفل وتعلم منها، ثم ادعى الأشياء الموجودة في هذه الكتب. لذلك يقارنون بين مثلا قصص الأنبياء الموجودة في الكتاب المقدس وقصص الأنبياء الموجودة في القرآن. من هنا جاءت هذه التهمة. وإلا النبي ما صدق الله ولا صدق جبرائيل، صدق من؟ ورقة ابن نوفل. وهذا ورقة بن نوفل الذي ثبت نبوة النبي صلى الله عليه وآله. العجيب أنه لم يسلم. الرواية هنا لها تتمة. قال: وفتر الوحي، يعني النبي صار نبيا وبقي فترة يوحى إليه. طرف الرواية في جزء آخر من البخاري قال: وفتر الوحي، يعني الوحي انقطع فترة. طبعا في هذه الفترة أوحي للنبي سورة المزمل والمدثر. فتر الوحي، انقطع الوحي 40 يوم، لأن صار نبي بعد. ماذا فعل النبي؟ حسب رأيكم ماذا فعل؟ الرواية في صحيح البخاري تقول: صعد على شاهق وهم أن يتردى منه، يعني طلع على الجبل وعزم على الانتحار. لما وصل إلى قمة الجبل ظهر له جبرائيل وأوحى له، قال له: إن ربك لم يتخلى عنك. فرجع نزل.
بعد هذه العبارة: فكان كلما فتر عليه الوحي صعد إلى الشواهق ليتردى منه. القضية تهديد، ما نزل الوحي يصعد يقول والله انتحر، ما يجيني الوحي انتحر. فعلا إذا إنسان منصف واقعا يعني ويريد يدخل للإسلام، يشوف هذه قصة الوحي، تتوقع يدخل الإسلام؟ شنو هالنبي اللي حاول الانتحار أكثر من مرة؟ إحنا لو واحد عندنا في المنطقة حاول مرتين الانتحار، يوم ثاني المستشفى، هنا مستشفى الأمل، صحيح أو لا؟ واضح أن هذه الرواية الغرض منها الضرب ونبوة النبي صلى الله عليه وآله. ملك يخنق نبي يحاول الانتحار، رجل نصراني هو الذي يجعل النبي يقتنع بنبوته. كل هذه الأمور غريبة عجيبة. وطبعا هذه الرواية مختصرة، ولا الرواية فيها تفاصيل أخرى، رواية عجيب. الآن كيف عرفوا أن هذا جبرائيل وليس الشيطان؟ عجيبة الرواية. خديجة جاءت بالنبي ووضعته على فخذها، هذا التعبير يعني مثل الولد الصغير، ثم قالت له: إذا ظهر لك هذا فأنبئني، إذا جاك هذا الذي يأتيك أخبرني. هو جالس على فخذها فجاءه جبرائيل فقال لها: جاء، فنزعت خمارها فخرج. قال لها: لقد خرج. قالت: إذن هذا ملك وليس بشيطان. والله إذا هذا هو الإسلام مشكلة بعد. فهذه الرواية واقعا لا يمكن القبول بها جملة ولا تفصيلا، بل رواية جدا خطيرة، مثل ما قدمنا من أخطر الروايات التي قيلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تضرب الإسلام من أساسه. وللأسف هذه هي الرواية المعتمدة عند الآخرين. زين، ما هي رواية أهل البيت عليهم السلام؟ في تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه نقل رواية عن أبيه الهادي سلام الله عليه، ذكر فيها أحداث ليلة المبعث بالتفصيل. شوف الرواية، قال: لما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله التجارة إلى الشام، النبي صلى الله عليه وآله فترة كان يعمل في ماذا؟ في التجارة، وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارة. كان يغدو كل يوم إلى حراء، يصعد إلى الجبل، وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته. شوف النبي يصعد للجبل للتأمل، مو لينتحر، يصعد للجبل للتأمل في آيات الله، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت. شوف التعبير. ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إليها، ينظر لأبواب السماء، مو أول مرة ينظر إلى هذه القضية. وأذن للملائكة فنزلوا، ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأسه صلى الله عليه وآله وغمرته. شوف الفرق. ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين
المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وقال يا محمد اقرأ. ما قال ما أنا بقارئ، قال ما أقرأ. قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله. مو نزل خائف مرتاع، لا، نزلت على قلبه السكينة. وورد عليه من كبير شأنه، من عظم شأن الله ما ركبه به الحمى والنافض. هذا ليش؟ الانتفاض مو لأجل الخوف والروع، لا، لعظم الله عز وجل. فأراد الله إلى أن يقول فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الجبال والصخور والمدر. وكان كلما وصل إلى شيء منها، يعني في طريقه من الغار إلى بيته، كان كلما وصل إلى شيء منها ناداه السلام عليك يا محمد. أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين. لا يحزنك قول قريش إنك مجنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، والكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين، إلى آخر الرواية. رواية طويلة، فانظر الفرق بين الروايتين، فرق بين السماء والأرض. فعلا تقرأ مثلا في وصف نهج البلاغة، وصف أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله، يقول وقرن الله به ملكا منذ أن كان فطيما. النبي صلى الله عليه وآله ليست أول مرة يرى فيها جبرائيل أو أول مرة يرى فيها الملائكة، لا، كان معتادا على هذا. بل نحن في عقيدتنا أنه كان نبيا منذ ولد صلى الله عليه وآله، بل منذ العوالم الأخرى. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم، المبعث شنو يعني؟ المبعث هو إعطاء إشارة الانطلاق للتغيير. المبعث ليس أنه نبئ في ذلك اليوم، لا، إعطاء إشارة البدء بالعمل. لذلك تشوف نفس هذا التعبير استعمل في صاحب العصر والزمان. يبعث رجل من ولد متى؟ في آخر الزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت. البعث بمعنى بداية العمل، إعطاء إشارة الانطلاق. فنحن في واقع الأمر عندما نقول المبعث في 27 من رجب، لا يعني هذا أن النبي لم يكن نبيا وأصبح نبيا في هذا اليوم، لا، هذا اليوم الله أعطاه إشارة البدء لإعلان دين الحق في الأرض. هذه كانت المرحلة الأولى، كانت 5 سنوات دعوة. بعد المبعث إلى 5 سنوات هذه مرحلة أولى، دعوة سرية، ثم أصبحت دعوة علنية، ثم أصبحت مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، وهكذا. قضية المبعث هي مرحلة من المراحل، وهي هذه مرحلة بدء نبوته، بدء العمل بنبوته وإشاعة نبوته بين الناس. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.